هي دي اللي هتخليني اخلص منه. هو كده كده بيموت في الكيك، بس لما اروح اخلي عماد يرن عليها الاول. بقول لك ايه يا براوده؟ يا ام راوده، ده انا عملت صينيه كيك الله اكبر، طلعت ملهاش حل. تسلم ايدك. طب هات لنا بقى ندوقها. لا، ايه رايك ترن على اخوك محمد يجي نعزمه وناكل معاه وياكل معانا الكيك؟ بتقول ايه؟ محمد اخوك بيرن عليا يجي ياكل معانا كيكه يعني، ونعمل الاكل ونعزمه وتبقى ناكل كيكه ونعمل عصير، وما جاش عندنا من زمان. لا والله. ماشي. محمد اخوك في ايه؟ هو اصلا اللي كان قايل لي عليا، كان قايل لي يا مرات اخويا انا من زمان نفسي في الكيك، فانا عملتها عشان خاطره والله. لا خلاص ماشي انا اروح اندهله، مش هرن عليك، ما هروح له على طول. يكون احسن والله عشان يرضى يجي معاها. خلاص ماشي. انا هجهز كده وانت رن عليا. عينيا. اسمع على محمد ازاي؟ بس انا مش مصدق وداني. مراد هي اللي عازمه محمد اخويا؟ ده ما بتطقش. ومحمد اخويا اللي قايل لها على الكيكه؟ حاجه غريبه. انا مش مستريح للموضوع ده. زائد ان محمد اصلا عمره ما يطلب منها حاجه، ده ما بيطقهاش هو راخر. بس انا لازم اعرف ورا الكيكه ديك ايه. خلاص يا مراد انا رايح لمحمد. ماشي يا براده متاخرش. تعالى يا محمد. حبيبي يا عمر. تعالى اتفضل. بسم الله. ده مراد عامله صينيه كيكه، قالت لي ده محمد كان نفسه فيها، هو اللي كان قايل لي عليها. سبحان الله، من نفسها كده؟ ايوه. الله يبارك فيها يا اخي. يعني انت ما كنتش قايل؟ ربنا يهديها لك، ولا قلت لها ولا اي حاجه. ده الست كده مش عارف يعني. ماشي يا محمد. طب خلاص، طب لحظه اروح عندها عشان ماشي تجيب حبيبي. الشيء. امال العيال فين؟ ايه؟ الاولاد فين امال؟ في الدرس. ماشي، ربنا يخليهم لك اخويا. مراوده يا مراوده. ايه يا براوده؟ محمد جه. طب السلام. بسم الله. لا كيكه حلوه، ممكن اخد واحده؟ اصبر بقى، احنا هناكل كلنا مع بعضنا جوه. خلاص ماشي. روح وانا جايبه الكيكه وجايه. خلاص ماشي. يعني يا جوزي انت غلبان، انت مفكر ان انا عازمه اخوك على كيكه حار؟ ده انا بعمل كل ده عشان تبقى الشقه ملكنا احنا وهو، يتكل على الله ما يقاسمناش في حاجتنا ولا في الشقه. هو ده المبيد الحشر اللي هيخلص عليك يا محمد، واخر مره اشوفك فيها تيجي عندنا. ايوه مين؟ ايوه حماتي. اتفضلي يا حماتي. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي تعالي. اتفضلي يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ ده شكل اليوم النهارده هينور ويبقى كتير من الفرحه. اقعدي يا حاج اتفضلي. ماشي يا حاج. حبيبي، فضلك الله. اقعد يا محمد. بقول لك ايه، هعمل مكالمه كده عبال بس انتوا ايه تروقوا الدنيا وتجيبوا لنا الكيكه اللي احنا ايه جايبني من البيت على ملا وش. ماشي. بعد اذنك يا حاجه، بس هروح اشوف عندي على المراوده. ماشي حبيبي. يا مراوده خلصتي؟ خلصت خلاص يا براوده انا جايه. لا بس احنا كده عايزين طبق رابع. ليه؟ بجد. والنبي بجد؟ اه والله. المفاجاه الحلوه دي. لا مفاجاه جميله. هو الطبق ده اللي انت عاملاه مخصوص لمحمد اخويا، صح؟ عايزه تخلصي منه. ماشي. انا بقى هاكله لامك، ولما اشوف انت هتعملي ايه. يا مرحب يا مرحب. اهلا حبيبتي. ازيك يا مراوده؟ عامله ايه؟ وحشاني حبيبتي. انت اكتر والله. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اما انت بقالك اسبوعين يا حبيبتي ما جاتيش، قلت عليكي، قلت اروح اشوفك في حاجه. لا الحمد لله احنا بخير، بس هي الامتحانات دخلت بتاع العيال ومشغوله معاهم. ربنا ينجحهم لك يا بنتي. يا رب يا رب. انت نورتني والله يا ينور ماما. عليك. اما اقوم بقى اجيب حاجه. ايه يا براوده؟ ايه يا مراوده؟ يا سبحان الله، امي لا انا نسيت اكل من الكيكه اللي انا عاملاها. سبحان الله. طب انا بقى اقعد معاها وانا اجيب الكيكه والشاي وجاي. انا خلاص ماشي. ماشي يا براوده. ايه ده؟ فانت بقى الكيكه اللي انا حطيتها على جنب يكون عماد حطه لامي. اتفضلي يا حماتي. فضلك الله يا حبيبي. بنتك عامله كيكه ولا احسن حلواني في مصر. ما هي طول اتفضلي. عمرها بتعمل الحاجات الحلوه. طبعا انت اللي معلماها. استنى يا ماما يا حبيبتي ما تاكليش من الكيك. ليه طيب؟ ليه؟ يا بنتي انا بحب الكيك. ايوه بتحبها. روح كل يا حماتي. ما انا عارفه ان انت بتحبها يا ماما، بس ده انا مكتره لها سكر زياده قوي، وانت السكر وحش عليكي يا ما حبيبتي. فيهاش حاجه يا الحمد بنتي. لله. يا شيخه عادي تاخد برشامه السكر يظبط. كل يا يا حماتي. ماما انت ما تعرفش حاجه، ده امي وانا خايفه عليها ما ينفعش تاكل منها. لا انا بقى عارف كل حاجه،
وانا شفتك. تعرف يا حماتي مش عايز اكلك من الكيكه دي ليه؟ لا يا حبيبي. شكلها عايزه تاكلها لاخويا، حاطه فيها سم، عايز تخلص منه. عايز تخلص منه ليه؟ حرام عليك يا عماد، انت بتظلمني كده ليه؟ أنا شفتك. تعالى انت بتقول ده. انا شفتك بعيني وسمعتك وانت بتتكلمي على كده. طب ليه كده يا بنتي؟ تعرف عشان ايه يا حاجه؟ عشان الشقه، عشان يبقى الشقه بتاعتنا احنا بس، ما يبقاش اخويا له فيها. يا حبيبتي يمكن ربنا يكرمه ويبقى له شقه غير دي. طب ما انا بعمل على مصلحتنا برضه يا عماد، يعني المفروض تساعدني في كده. انت تفتكري كده ان انت غلاوتك عندي هتزيد؟ لا طبعا. انت عشان تخلصي من اخويا يبقى انا مبسوط عشان الشقه؟ لا طبعا، ولا 100,000 شقه. بقول لك ايه؟ خلاص يا عم، خد امك، لا خد امك وامشي، ورقه الطلاق هتوصلك لحد البيت يا هاني. ليه يا بنتي كده؟ حقك عليا يا عماد خلاص. لا خلاص ايه؟ انت عايزه تخلصي من اخويا. بعد اذنك يا حاجه قومي. ماشي يا حبيبي. يلا يلا خدي بنتك مع السلامه. انت على نفسك ليه؟ كده غلط يا بنتي. انا مش عارفه ايه اللي انا عملته ده. كده يا بنتي. طب سامحني والنبي. بره، خاطر العيال. بقول لك بره. خاطر العيال؟ انا اصلا مش عارف اعمل في العيال وما اقدرش اديك العيال، انا ما امنش على العيال وهم معاك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك.